اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم عيش بدقيق القمح الكامل بطريقه سهله جدا وبسيطه. هتعمليه في البيت. ما شاء الله العيش طالع طعمه بجد تحفه. زي ما انت شايفه طالع كميه حلوه قوي. الرغيف نفسه خفيف ورقيق. طعمه بجد تحفه، طريقته سهله خالص. لو هتجيبيه من بره بيبقى بمبالغ. زي ما انت شايفه بالشكل ده، لو عامله نظام غذائي او لمرضى السكر مشبع جدا. طريقته سهله. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناه ازاي. اول حاجة عندي بولة نزلت فيها ب5 كوبايات من دي القمح الكامل، عليهم 2.5 كوبايات من الردة الناعمة تكوني نخلاهم كويس. بعد كده هجيب عندي معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر وربع معلقة من الملح. اخدتهم على العجان وابتديت انزل بالمية. نزلت بمية دافية شوية شوية، مش بتنزلي بالمية مرة واحدة لحد ما العجينة تبتدي تلم معاكي بالشكل ده. ممكن لو مش موجود العجان تعجنيها على ايديكي بطريقة سهلة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. ابتدت العجينة تلم معايا، تبقى عجينة طرية. هسيبها بقى في مكان يكون دافي لمدة ساعة الا ربع تختمر معايا. بعد ما العجينة اختمرت هبتدي اطلعها من البولة وهبتدي بقى اقطعها على شكل كور صغيرة زي ما انت شايفة بالشكل ده. هقطع العجينة كلها على شكل كور وهسيبها ترتاح عندي برضو لمدة ربع ساعة بعد تشكيلها بالشكل ده كده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو أول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. زي ما انت شايفة العجينة رمت معايا قطع من الخبز. ما شاء الله. يعني أنا عملت كمية زي ما قلتلك 5 كوبايات دقيق مع 2.5 كوبايات من الردة. هسيبها بقى ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد كده بقى هبتدي افردها على مفرش العجين عشان نسويها مع بعض. هجيب بقى شوية من الدقيق هبتدي كده اوزعهم وبعد كده ابتدي افرد قطعة العجين. ممكن تعمليها على شكل بيضاوي او شكل مدور زي ما انتي تحبي. بنخليها بالسمك دوت. هبتدي بقى اقطع وافرد مجموعة كده واسيبها على جنب ترتاح لمدة 10 دقايق. وهكون طبعا مولعة على الطاسة، تكون الطاسة سخنة جدا يا جماعة. وابتدي بقى انزل بالعيش رغيف رغيف. هيبتدي بقى يعمل انتفاخات بالشكل دوت. هتبتدي تقلبيه وتضغطي عليه بالاسباتيولا كده عشان تطلعي الهواء ويبتدي ينتفخ معايا اهو. ما شاء الله مش عايزة اقولك ده غير ريحة خبيز العيش في البيت بجد روعة. هبتدي اقلبه على الناحيتين. لازم الطاسة تكون سخنة. بعد ما اخبز اول مجموعة انا فردتها بطفي على الطاسة وارجع افرد مجموعة تانية واسيبها ترتاح 10 دقايق. تكون الطاسة سخنت. ارجع اخبز باقي العيش عندي. طلعه بقى على فوطة زي ما انت شايفة بالشكل ده. طالع ما شاء الله العيش طعمه وريحة بجد خطير. لو عاملة نظام غذائي حلو قوي ينفع معاكي للدايت. لو لمرضى السكر خفيف جدا تاكلي منه زي ما انت عايزة بجد طعمه خطير. رغيفين هتفطري بيهم مشبع جدا. لو عجبك ما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك. سلام عليكم.